المشكلة الوحيدة مثل ما قلت لك، المشكلة اشمعنى الجالية المصرية اللي عندها مشاكل في الكويت ليش ما تسوي مشاكل في قطر؟ ليش ما تسوي مشاكل في عمان؟ ليش ما تسوي مشاكل في الامارات؟ ليش مو بالسعودية؟ ليش مو باي دولة ثانية؟ السبب واضح واحنا نعرفه، احنا كاعلاميين نعرفه. السبب هو ان الحكومة المصرية بعد تحرير الكويت كونهم شاركوا في مع قوات التحالف، يبون مثل ما تقول يحققون انجاز. هم من 73 ما في شيء، فيبون يبينون حق الشعب المصري ان احنا يعني مصر ام الدنيا. فاوهموا هذا الشعب ان هذه القوات، انا عندي بيان من تلفزيون مصر بعد في تحرير الكويت، انت لو تسمع تضحك، هذا بيان في التلفزيون الرسمي ما كان في فضائيات. وعندي تصريح لرئيس اركانهم يقول لك احنا دخلنا الكويت ونظفناها وعملنا وسلمنا المفاتيح للشعب الكويتي. فالمصريين كل ما تتناقش مع واحد يقول لك احنا اللي عمرنا بلدكم، احنا اللي رجعناكم، احنا اللي حررناكم. الجيش الامريكي استعان فينا لان ما عنده القدرة للحرب البرية في الصحراء فاستعان فينا. هذه كلها المعلومات الاعلام المصري روجها بسكوت من الحكومة المصرية وتشجيع لها كنوع من الضغط على الكويت او لاظهار الكويت مستقبلا انها لو ما قدمت اللازم. المصريين كلهم معتقدين انهم ما استفادوا. احنا لازم نرد اعلاميا بعيد عن حكومتنا. الحكومة بترد بلغة دبلوماسية، احنا ما عندنا لغة دبلوماسية، احنا شعب مثل ما يردون علينا باسلوب واطي عندنا القدرة ننزل لاوطى من هذا الاسلوب ونرد عليهم بنفس هذا الاسلوب. بس احنا المشكلة قوانيننا، كل ما قلت وزارة الخارجية حركة دعوة، وزارة الداخلية حركة دعوة، وهناك شغالين من 91 لغاية اليوم ما شفنا مصري واحد حركة ضد دولة. شتموا الكويت من ايام الشيخ سعد وايام الشيخ جابر الله يرحمه، ما خلوا احد بكلام بذيء. انا عندي مكبتشر على الفيسبوك محامي كبير في مصر كاتب ان احنا كشعب كويتي لا تردوا عليهم، هذول اولاد زنا من الجيش العراقي. شوف لاي درجة، وناشرها ومحامي. وين نقابة المحامين؟ وين سفارتنا؟ وين حكومتنا؟ ما هذا لما هذا يكتب هذا يكتب هذا يكتب ولا احد يتحرك. هذه نقطة. النقطة الثانية، المصريين نفسهم اللي موجودين في الكويت كلهم يعني مع احترامي حتى عبد المنعم السيسي نائب رئيس تحرير جريدة الوفد ومسؤول الاعلاميين في الكويت، شو استفدنا منهم احنا؟ الاعلاميين المصريين اللي مطلعين لهم تراخيص وزارة الاعلام في الكويت، شو استفدنا منهم؟ حتى ما ينقلون يخافون من بعض، يخافون من بعض. المصري يخاف من المصري. انا كل يوم ازفه، يدق علي تليفون ما يبيني ارد عليهم. قلت له ولا تفتح حلجك، عندك كلام رد على اللي قاعد يسب الكويت، انتم ما منكم فايدة. انت قاعد بالكويت نائب رئيس تحرير جريدة الوفد ومقيم بالكويت من سنة 89، ما تعرف تروح تاخذ معاك مصور وتروح مركز الايواء اللي فيه المصريين وتصور الاكل وتصور معيشتهم وتنقل حق حكومتك وتنقل حق اعلامك تقول لهم شوفوا المصريين شلون عايشين، بدل ما تسمع حق فلان وعلان يقولون ان المصريين مو قاعدين ياكلون والمصري يقول قاعد يعطونا نص رغيف. اعلام ما عندنا، احنا اعلامنا مثل ما قلت لك ينقلون اخبار، ما عندنا ناس تصنع الخبر. عطني ترخيص من وزارة الاعلام بالتنقل وعطني انا يا اخي ما بي كاميرا، انا اجر كاميرا على حسابي واجر مصور على حسابي، انا اعطي اجره. خلي يعطوني ترخيص باني ادخل مراكز الايواء واعمل لقاءات مع الناس، اوريهم الاعلام ساعتها شلون اصنع الخبر، شلون اخليهم هم يردون على بلدهم واحنا بعاد. اروح احرج المسؤولين ملوتهم في سفارتهم اسئله تكون مجهزه من البدايه عشان امسكها بالجواب. حتى قيادات الجيش المصري انا مستعد اروح لهم واعمل معاهم لقاءات بطرق محدده. الاعلام فن واحتراف، ما عندنا محترفين اعلام. احنا ماسكين عندنا مال اللواء بلال الله يرحمه انه قال ان احنا ما دخلناش حرب والجيش الامريكي هو اللي حرر الكويت، وهذه حقيقه وهم عارفين.
طيب في قيادات ما زالوا عايشين ومستعدين يقولون هالكلام، ليش اتعب روحي انا وارد عليهم؟ لكن انا كانسان اعلامي ذكي لازم يكون عندي داتا كامله، واحد يبطل حلجه اطرش له اياها. ما تقول لي منا ما منا، هم قاعدين يعايرونا ب2000 قلم رصاص و600 كشكول. طرشهم طه حسين الكويت في سنه 49 ما ادري 50 قيمتهم 200 جنيه. لليوم يقول لك احنا اللي علمناكم واحنا اللي طرشنا لكم اقلام وكراسات ومش عارف ايش. مدرسين 2 مصريين لما راح عبد الله اليابر يجيبهم قال له طه حسين خلاص انا حديك المدرسين دول ومش هقطع المهيه بتاعتهم هنا. كانت مهيتهم 6 جنيه ما ادري 8 جنيه. فرد عليه الشيخ عبد الله الجابر قال له واحنا راح نعطيهم بعد رواتبهم. يابهم قاعد يصرف لهم 500 ربيه لكل واحد وسكن وسياره توديهم، مدرسين 2. مصر لمده سنه ظلت مصر تصرف رواتبهم 8 جنيه كل واحد. انت ماخذ مني مئات المليارات. لازم شعبهم يعرف ان لولا الكويت والخليج لبلدهم اللي ما قامت مو الكويت. لازم يعرفون احنا شنو قدمنا بغصب عنهم، يعرفون مو بكيفهم. ويطلع لي برسوق الغانم يقول لا ننسى فضل مصر على الكويت. طيب قول لي شنو هذا الفضل، اكسر عيني انا كمواطن كويتي. ويطلع لي وزير الخارجيه يقول مصر وعلاقاتنا التاريخيه. اي علاقات تاريخيه؟ علاقات تاريخيه كلمتين قالتهم صفاء الهاشم هزتها. علاقات تاريخيه تغريده من حساب وهمي يهزها. اي علاقات تاريخيه؟ نضحك على بعض احنا، نضحك على بعض. علاقات تاريخيه انتم تاخذون عيالنا تقطونهم بالسجن عشان قال ايه ولا قال لا، وهناك لاعنين ابو اسلافنا ما حد يتحرك. علاقات تاريخيه؟ ليش كاسرين عنا بشنو؟ كاسرين عنا بشنو؟ 43 مليار اسقطت عن مصر بسبب مشاركتها بحرب تحرير الكويت. اموال طائله خذتها مصر. الدولة اكثر دولة في كل قوات التحالف اللي استفادت اكثر من امريكا هي مصر. ليش ما يعلنون ربعنا هذا الكلام؟ ارد عليهم بشكل غير مباشر. الدبلوماسية تمنع. اقول لا، اعطني المعلومات وانا اعطني اذن اني انا انشرها. المعلومات كلها متوفرة. الجيش المصري دخل 15 كيلو من الحدود السعودية الى قاعدة علي السالم. هذا هو المخطط له في خطة شوارزكوف فقط لا غير. ما دخل المدينة. جايبين لي 4 ضباط رايحين مصورين عند الابراج عقب تحرير الكويت باسبوعين، يقول لك افتكروا المموه ده اللي حرر بلدكم. حرر بلدي ايش؟ فيش حرر بلدي؟ بلدي حررتها مليارات. حررت الكويت والسعودية. السعودية صاحبة الفضل الاول ودول الخليج صاحبة الفضل الثاني، وامريكا وبريطانيا والدول الغربية. ومشاركة مصر في حرب تحرير الكويت كانت عبارة عن موقف سياسي، وما كان الجيوش محتاجينهم، وكلنا ندري ولا حد ينكر. وزير الدفاع الشيخ نواف الأحمد في ذلك الوقت الله يطول عمره يعلم، ورئيس الأركان الشيخ جابر الخالد يعلم، وكلهم يعلمون أن مشاركة مصر كانت رمزية فقط حتى لا يحسب على الجيوش الأمريكية أن قاعدة الغرب يضرب العرب. فعشان كذي دخلوا معاهم الدول العربية بمشاركات رمزية، وحطوهم قالوا لهم انتم روحوا امسك قاعدة علي السالم وخلكم هناك في الجهرة. بس هذا دورهم. لا، طيارة ما شاركوا فيها، طيارة. وحسني مبارك في مقابلته في الام بي سي قال انا عرضت على الشيخ زايد اني على الاقل ابعث له كم طيارة يخليهم في الامارات، قال لي مش محتاجين. هذه الامور ليش ما حد يعرفها؟ ليش؟ كلها موجودة، مواد ارشيفية موجودة ومسجلة بالصوت والصورة. السفير المصري في امريكا في لقاء تلفزيوني موثق موجود عندي يقول انا اللي عرضت على حسني مبارك ان نستقل الازمة ونطالب باسقاط الديون. وحتى الرئيس حسني مبارك قال لي يعني مش عيب يفتكروها ان لو اذراع. قال لا لا يا فندم مش عيب، دي فرصتنا. وفعلا استغلوها ونجحوا واخذوا 43 مليار اسقطت عنهم من كل دول العالم. هذا بالاضافة للمليارات اللي رجعوا خذوها مرة ثانية. وما زالت المليارات تروح 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 تروح. يخرب بيتك شنو الجميل اللي انت سويت لي فيه من ال67 وانا قاعد احارب معك. جنودي ماتوا عندك، خلينا نحسبها نسبة وتناسب يا ابو مشاري.
في سنة 67 كم كان عدد الجيش الكويتي؟ 4000 ولا 5000. طرشوا لك 50% من جيشهم الكويت، بينما انت طرشت لي 35,000 من 400,000 جندي. يعني انت مطرش لي 10% من جيشك. انا كدولة الكويت طرشت لك 50% من جيشي. عدد شهدائي على ارضك مدفونين اكثر من عدد شهدائك. عندك 11 شهيد رسميا اعلن عنهم قائد الجيش الامريكي المصري انهم استشهدوا. 9 منهم استشهدوا في السعودية قبل بداية الحرب بشهور بانقلابات وحوادث. ليش نضحك على بعض؟ ليش نسمح حق كل من هب ودب يهيننا ويغلط علينا ويذلنا؟ لا، احنا فضلنا على العالم، بس احنا ما نبي نقول هذا الكلام ولا نبي نتمنن على الناس. احنا فضلنا على العالم. في الكويت قبل النفط، قبل 46 ما حد وقف معانا ولا حد ساعدنا. العراق اللي هي العراق الماي مالها قاعدين نكتب شط العرب، واحنا الكويتيين يروحون يشترونه مشترى ويحملونه بلبلام ويبونه. ما حد اعطانا شيء. امريكا اللي طرشت لنا ارساليه ب 1911 وبنت لنا المستشفى الامريكي ب 1913. السوريين يونا اول دكتورين من سوريا وسووا مستوصف كان يسمونه المستوصف السوري. الفلسطينيين 1936 هم اول من بدأ النظام التعليمي واسسوا لنا منهج تعليمي. شنو سوت لنا مصر؟ كانت الكويت علاقاتها مع دول الشام لان في طريق بري بيننا وبينهم، ما كان في طريق بري بيننا وبين مصر، ولا كان في طيارات في ذلك الوقت. لا نضحك على بعض. لازم كل واحد يوقف عند حده، يعرف ان الكويت خط احمر، ويعرف ان الكويت ما هي دولة سهلة. الكويت هذه الصغيرة اللي تقول لي ما عندها حضارة، تاريخها 400 سنة لعبت لعب بالعالم. الكويت دولة عظمى، الكويت ام الدنيا. شنو هي العملية؟ حكي حضارة وحضارة. ايش فادتك الحضارة؟ حضارة المفروض من 7000 سنة. اذا هذه حضارتك انت المفروض الحين باني مدن بالمريخ. انت حضارتك انت رجعت اكثر دولة متخلفة بالعالم. عن اي حضارة تتكلم؟ شهادات مزورة، علماء شو تتكلم؟ اللي اخذوا جوائز نوبل كلهم طلعوا من مصر، راحوا امريكا ووقفت وياهم بمختبراتها وبعلمها واخذوا الجوائز، ما هم مو من مصر. خلنا نتكلم عن اي انجاز تتكلم عنه. ما في انجاز. احنا ربعنا ليه متى بيظلون يجاملون؟ احنا اعصابنا احترقت. ليه متى بيجاملون؟ كل واحد لازم يوقف عند حده، كل واحد. 26 مليار دولار تطلع تحويلات عمالة من الكويت لمصر، بس من الكويت. 52 مليار من دول الخليج سنويا تحول الى مصر عملة صعبة. هذه اللي مسببة المعيشة لكم. هذه لو تنقطع ما تقدرون تسدون ديونكم. عملة صعبة. الاموال اللي في بنوكهم بالعملة الصعبة هي اللي رفعت قيمة جنيهم، ولا كان قيمة جنيهم مذنبة زي كلينكس الحمام. اذا حكومتهم ما تعترف احنا نتكلم. اللي سوته الكويت وسووه دول الخليج مع مصر، والله مصر لو تقعد 5000 سنة ما ترد 10% منه. 10% ما يردون منه. خلنا نتكلم صح عشان يوقفون عند حدودهم. احنا ربعنا وايد 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 مجاملين، وايد مجاملين. لا خلاص طفح الكيل. اتمنى ازمة كورونا هذه تعدل الوضع شوي، تخليهم يقومون من الغيبوبة اللي هم فيها ويصحون ويصيرون ند لأي إنسان. خلاص انتوا عرفتوا دية هذول الناس كلهم. وقت ما تحتاجونهم بخشم الدينار بيولك. ما في مبادئ. المبدأ الدينار. ما دام الدينار عندك ما يهمك أحد. قطر دولة صغيرة يا أبو مشاري، دولة صغيرة. دول كبيرة ما قدرت عليها. تدري ليش؟ ترى بسبب بسيط جدا جدا جدا. لا بقوة عسكرية ولا بحلف ومحاصرة. حدود ما في لها، بر ما في لها. تدري ليش قوية وما حد قدر عليها؟ لأن قوة جبهة الداخلية من الداخل. ضخ أمواله حق شعبه أول شيء، ورفع مستواهم المعيشي وعطاهم كل شيء، وخلى الشعب كله 100% حواليه، بعدين مستعد يناطح العالم. شفت الدولة الصغيرة إذا الشعب التم حوالين القيادة
والشعب شبع ومرتاح، مستعدين يغزون العالم. اسرائيل دولة نفس مساحة الكويت، لعبت بالدول العربية لعب، طقتهم كفوف، لعنت ابو اسلافهم. هي دولة صغيرة لا عندها حضارة ولا عندها تاريخ. تي انت تتشاطر بحضارتك علي انا؟ راح تتشاطر على اسرائيل؟ جايني انا اصك الحنفية عنك انت بعد يومين ما عندك كهرباء. انا اصك الحنفية عنك انت بعد يومين عملتك قراطيس تصير بالشارع. هذه حقيقة، ليش ربعنا ما يتكلمون فيها؟ كل واحد يوقف عند حده. استدعي سفيرهم ويجيبه، اقول له اوكي، ما تبي ما تبي تشيلهم، ما تبي توقف هذول عند حدك، ما عندنا مشكلة، بس لا تزعلون منا بعدين، راح نستغني عن كل عمالتكم. واجيب كويتيين افتح لهم معاهد، روحوا تعلموا الطباعة، اخرج لي 1000 طباع كويتي، واقول اللي ياخذ دورة طباعة ويشتغل طباع بالحكومة 1000 دينار معاشه، واخلي الطباعين كلهم في سفارات دولة الكويت برا، كل سفارة فيها طباعين كويتيين 2، وامنع تعيين اي وافد بالحكومة، قرار منع كامل. والاطباء والمهندسين وغيرهم اعينهم بعقود تكون مدروسة 100%، ما فيها ثغرة يستغلها علي بعدين. هذا راتبك، عاجبك وتوكل على الله. رئيس مجلس الدولة مالهم معاش 20,000 جنيه، 380 دينار. انت تجيب موظف عنده هناك تعينه ب100,000 جنيه بالشهر وتقول لي لا جميل علي؟ جميل ايش؟ العامل الغلبان بنى عمارة في مصر، العامل الغلبان بنى عمارة في مصر، واحنا بديرتنا مو قادرين نبني بيوتنا. ليه متى المجاملات؟ خلاص تعبنا بما فيه الكفاية. انا كنت طول عمري ارفض السباب وارفض الشتايم، ودائما اوفق بين الدول ويا جماعة الفتنة والوحدة الفتنة، لكن اللي شفته من ازمة كورونا من المصريين، وانت تدري انا من جماعة فيسبوك اكثر من تويتر، والفيسبوك معروف ان العالم العربي المصريين هم تجمعهم بالفيسبوك مو بتويتر، ولا يعرفون حق تويتر. عشان كذي قاعد اشوف اللي مغردين تويتر ما يشوفونه، كم الفيديوهات والسب ولقاءاتهم، برامجهم التلفزيونية تنقل لايف على الفيسبوك، ما تنقل على تويتر. سب. وين سفيرنا؟ ايش قاعد تسوي؟ صفاء الهاشم نائب برلمان طالبت بالتركيبة السكانية قاموا عليها، وكأن مشكلتنا معاهم من صفاء الهاشم ما صار له 3 سنين نائب، احنا مشكلتنا معاهم من 91 الإعلامية، من أيام تلفزيوناتهم والصحف، الحين تحول للسوشيال ميديا. تبي تقول لي هذا اللي يطلع في مصر يسب أمير الكويت ويقول حق الكويتيين عيال زنا، المخابرات المصرية ما تعرفه؟ لا يعرفونه، بس هذه سياسة. يقول لك اضغط عشان يستسلموا. شنو يعني لما يطلع لك القنصل المصري في تشبد يقول احنا اتفقنا مع حكومة الكويت انه مصر اخر دولة حتقلي رعاياها؟ عليك بالعافية، اقعد اخر دولة اجلي رعاياك اخر دولة، ما عندنا مشكلة. احنا ما طلبنا منك تجلي رعاية اهلا وسهلا فيهم وعلى روسنا من فوق، احنا قلنا لك شيل على الاقل المخالفين. ما يبي يشيل المخالفين، تعال يا سفير، احنا حاليا مشغولين ووضعنا الصحي وعندنا ناس جايين من برا وكذا وكذا وكذا، معلش هذول الناس موجودين، احنا مأمنين لهم هذا المكان، احنا راح نأمن لك كل يوم 3 وجبات، وجيب لك انت 200-300 متطوع من سفارتك من جاليتك يتولون عملية توزيع الاكل وعملية العلاج وعملية الطب مالهم، واحنا نساعدكم. انقل لك 5-6 اطباء من مصر يتواجدون معاهم، لان انا محتاج اطبائي. ابسط شيء اقط الكرة بملعبه عشان يقول لي لا، عشان بعدين اقول له وقت الحاجة ما وقفت وياي. ابسط شيء اسلمهم مركز الايواء، انتوا تولوا عملية نظافة متطوعينكم، مثل ما عيال الكويت قاعد ينظفون الجمعيات حق الكل. انت امسك مركز ايوائك على الاقل، خفف عني، خفف عني، انا اعطيك اياهم، اسلمك اياهم بالعدد وبالاسم، استلمهم مني انت كسفارة، وخلهم هني قاعدين لغاية ما يجي موعد رحلاتهم وسفرهم. لما يشوفون ان المسؤولية صارت عليهم
فورا راح يتصلون في مصر ويطلبون يخففونهم. عندهم ملايين لموا من المصريين هنا، ملايين. اغنى سفارة في العالم من سفارات مصر سفارة مصر في الكويت، مئات الملايين بالسنة. سفيرهم ما كلف خاطره يحمل له شاحنة فيها وجبات يروح يودي حق العمال، لانه شايف ان حكومتنا قايمة بكل شيء. لا ما اجاملهم، ما اجامل، خلاص احنا في وضع ما نجامل احد. كل راع مسؤول عن رعيته، كل واحد على ارض الكويت احنا مسؤولين عنه طبيا وغذائيا، احنا مو مقصرين. حتى المخالفين لحين ما يسافرون، لكن هذا الشيء لازم بعدين مثل ما قلت لك ينحط نقطة ونبدأ من اول السطر. تعال، من اللي ما تعاون معاي صندوق التنمية وقف القروض، وقف القروض. لا تقول لي اذا طاحت مصر العالم العربي يطيح. قطر ما طاحت، الدولة الصغيرة ما طاحت. انت امكانياتك 10 اضعاف امكانيات قطر والناس كلها تدري، ما طاحت. عنده 270 طيارة، حول 70 طيارة منهم سواها حاويات وتريلات تروح تجيب الاكل وتروح. صندوق الطماط والبصل في قطر ارخص من الكويت. قطر ما صار فيها ازمة بصل. في